الاتموسفير من اهم البلجنز اللي لازم تكون عندك. لان هو برنامج ممتاز جدا وفيه كل الاصوات اللي ممكن تحتاجها. خصوصا بقى لو انت مثلا شغال موسيقى تصويرية مثلا. في بقى يعني في كل حاجة فيما يخص الموسيقى التصويرية. اي مثلا مزيكا فيها فايبس. مثلا الناس اللي بتعمل أناشيد بيبقى فيه جزء كده خاص بالأصوات البشرية والكلام ده كله. فهو بلجن مهم جدا. ومهم ان انت تعرف تتعامل معاه وتسطبه وتحل مشاكله، واهم حاجة بقى موضوع المشاكل ده لان هو مشاكله كتيرة للأسف وحجمه كبير كمان. فهتكلم معاكم عن حبة حاجات كده. آه، يعني لو قابلتك مشكلة مع الاتموسفير يعني اعمل الحاجات دي كده وان شاء الله تتحل. اول حاجه اتاكد دايما انك انت محمل او مسطب النسخ الابديتس كلها مظبوطه، ما يكونش في حاجه قديمه. تقدر تعمل كده اول ما بتفتح، هو بيجيب لك الصفحه دي، فلو دوست على جيت ابديتس هيدخلك على صفحه كده. هو هنا بيقول لك هنا المنتجات بتاعه السبكترا سونيك. عندنا مثلا الاتموسفير. ففي ثلاث حاجات، الاتموسفير فيه ثلاث حاجات لازم تكون محدثهم وتهتم دايما انك انت تحدثهم. السوفت وير، الساوند سورسز، والباتشز. تمام. الثلاث حاجات دول لازم تحدثهم بشكل مستمر. ولما تخش على الصفحة دي هو بيقول لك انت على انهي اصدار وايه اخر اصدار موجود من البرنامج. فطبعا انا عندي محدث كل حاجة، فكل حاجة تمام. هنا بيقولك ستاتيوس دي بتبقى لما بتكون بالاخضر فانت تمام كده، انت في اخر تحديث. لما بتكون انت يعني مش محدث او في حاجة قديمة عندك، زي مثلا الكيس كيبر انا مش مسطبه اصلا، بس مثلا هو بيقول لي الاصدار اللي عندك زيرو واحدث حاجة 1.6 1.6 وبعدين عندي، فبيقولك علامة حمراء يعني انت كده لازم تحدث. فاتأكد اول حاجة لو انت بتواجهك مشكلة مع الانسير ان انت تكون محدث كل الايه الثلاث حاجات دول، السوفت وير والساوند سورسز والباتشز. طيب بعدين دي اول حاجة. تاني حاجة مثلا لو واجهتك مشكلة برضو دوس على الكلمة دي كده. تمام. فهو بيقول لك بقى ايه، بيقول لك هيظهر لنا دلوقتي معلومات مهمة برضو. شو بيحمل شوية. بص كده هو بيقول لك بقى الايه الساوند سورسز كام واحد، السايز قد ايه، مش عارف ايه. وهنا بيقول لك الستيم فولدر مهم اوي. موضوع الستيم فولدر ان هو يكون صح، يعني انك تكون رابط البلجن بايه بالفولدر بتاع الستيم ده. تمام. آه لو هو انت اول ما بتفتحه اصلا وتسطبه بيقول لك فين الفولدر بتاع الستيمز اللي هو بيكون فيه الداتا يعني. تمام. طبعا انت ممكن تغير مكانه، مش شرط تسطبه على السي، ممكن تحطه في اي مكان مفيش مشاكل. طيب بعد كده لما بتدوس كده بيبدأ يدخلك على البرنامج. في مشكلة بتحصل مع ناس كتيرة، ان هو يجي مثلا يشغل صوت. ف ثانية بس ماشي. تيجي تشغل صوت فيبدأ ايه يجيب لك هنا جملة كده ان فشل في تحميل الويف ويف تيبل، كلمة كده بتظهر ويف تيبل او حاجة زي كده. لو ظهرت لك المشكلة دي آه، اعرف هتعمل حاجة. يعني خلينا نعمل ايه، لو ظهرت لك اي مشاكل عموما اتأكد ان انت عامل ريفرش لثلاث حاجات. اول حاجة الباتش براوزر، دوس عليها كده وتروح دايس على الايه العلامة اللي تحت دي كده اللي هي الريلود دي، فبيعمل ريفرش. تمام. دي اول حاجة. اول حاجة تعمل لها ريفرش اللي هي الايه الباتش براوزر. طيب نرجع تاني. هتدوس هنا على السهم الصغير ده يجيب لك سويتش تو مالتي، هتدوس على المالتي براوزر. تمام. وهتروح دايس برضو هنا على العلامة دي بتعمل برضو ابديت. طيب دي تاني حاجة. تالت حاجة بتدوس هنا كده مثلا وتدوس على الفولدر ده كده، علامة الفولدر بيدخلك على حاجة اسمها ساوند سورس براوزر، برضو ده تعمل له ابديت كده او تعمل له ريفرش. تمام. دي حاجة يبقى التلات حاجات دول تعملهم ريفرش خلاص.
دول كده انت كده ايه، دي الحاجات اللي تقدر تعملها لو واجهتك مشكلة مع الأونموسفير. غير كده يعني لو عملت الحاجات دي والمشكلة ما اتحلتش، فاعرف ان الداتا بتاعتك فيها مشكلة. يعني الداتا اللي انت محملها دي، او يعني الداتا اللي هي بتاعت الستيمز فيها مشكلة، فيها حاجة ناقصة، فيها حاجة محتاجة تتكمل او حاجة زي كده. ففي الحالة دي هتضطر انك انت تحاول تجيب نسخة غير اللي معاك، او تحمل النسخة الأصلية اللي هي او الداتا يعني، تجيب الداتا يعني بشكل مختلف عن اللي عندك، سواء تكمل الفايلات اللي عندك بالملفات اللي ناقصة، او مثلا تجيب الملفات كلها من اول وجديد. المهم ان في نقص في الملفات عندك، وده الحل الوحيد عشان ما تتعبش نفسك لو واجهتك مشكلة انك انت كل ما بتيجي تدوس مثلا على صوت ما يظهرش معاك، او يحصل لك اللي هي الويف تيبل دي، الجملة المستفزة دي. فاعرف ما تتعبش نفسك بقى، اعرف ان ان النسخة اللي عندك دي مش مظبوطة، فهات نسخة تانية بقى كاملة، او كمل الملفات اللي عندك يعني. تمام. فدي كان كل حاجة عن الأونموسفير، عشان طبعا ناس كتيرة جدا بتبعت لي وتسألني على الأونموسفير. طبعا اديكوا نبذة سريعة كده عن الأونموسفير. مثلا عندنا الناس اللي هي بتاعت الأناشيد وكده، عندنا حاجة اسمها هيومن فويس. تمام. دي فيها بقى الآ والأو والإيس واللي مش عارف ايه والكلام ده كله. فطبعا بيبقى حلو قوي للناس اللي هي بتعمل أناشيد وكده. برضو الناس اللي بتعمل موسيقى تصويرية، فيها أصوات كتيرة جدا. بحب برضو الكيبوردز بتاعته، بتبقى فيها فايبس حلوة قوي. وبرضو في حاجة حلوة قوي في الأونموسفير، موضوع الساوند ماتش. ان انت لو عجبك صوت مثلا ده، فانا عايز الاصوات اللي شبهه، فبدوس على ساوند ماتش كده، بدوس على ماتش كارنت سيلكشن مثلا اهو كده. فهو بيبدأ يجيب لي بقى الاصوات اللي شبه الصوت ده. يعني بص الصوت ده اهو، بس لو نزلنا بقى، بيبدأ يجيب لي كل الاصوات اللي شبهه. فدي حاجة حلوة قوي، انك انت لو صوت عجبك تقدر تجيب بقى اصوات شبهه، وتختصر الوقت على نفسك كتير. طبعا الاتموسفير ده بحر واسع قوي، وان شاء الله بعمل لكم عنه كورس كامل قريب. وان شاء الله تكونوا استفدتوا. دي كانت كل حاجة يعني. انا يعني اهم حاجة في الفيديو ده ان انا اتكلم عن مشاكل الاتموسفير وازاي نحلها، وان شاء الله يكون الفيديو مفيد ليكم. واستنوني ان شاء الله في ايزي ميكس في فيديوهات جديدة. كان معاكم علاء فهمي، شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.